ليه يا استاذ عمرو؟ عمل لك ايه؟ انت ولا عرفت تجدد للاعب ولا عرفت تستثمر منه، يعني ما عرفتش تبيعه، ما عرفتش تجدد له. طب انت ما جددتش اللاعب، كنت بعته. طب مش عايز تبيعه والعقده خلص، عايز الراجل يعمل ايه؟ يقعد يتسول في الشوارع ولا يشوف مصلحته؟ لا يشوف مصلحته. هيروح يلعب في النادي الاهلي، هيروح يلعب كاس عالم الانديه، هيروح يلعب مع اكبر نادي في افريقيا، هيروح يلعب مع اكبر نادي في الشرق الاوسط، هيروح يلعب مع نادي القرن، هيتألق، العالم كله هيشوفه، هيلعب قدام ميسي. انت ليه بتكرهه؟ يعني ليه بتكرهه للانسان الخير؟ ما زيزو ده يا جماعه يعني يعتبر لاعب مصري، ليه تكرهوا له خير؟ تبص برضو للاستاذه ماجي الحلواني تقول لك ايه؟ يلا في 60 داهيه. طب ليه في 60 داهيه؟ ده حازم ابنك، طبعا ماجي الحلواني ام حازم امام، ده حازم ابنك لما كان بيحترف بره كلنا كنا بنشجعه وبنسانده. ليه تقولي في 60 داهيه؟ ما يعتبر زي ابنك برضه. ده كلنا يعني كنا بنشجع حازم على الرغم ان هو زملكاوي، كنا بنشجعه ونقف في ظهره. ليه ما زيزو مثلا يروح النادي الاهلي؟ ما ده اسمه احتراف. ليه ما تشجعوش؟ ليه تحقدوا عليه؟ وبعد كل دوت تبص تلاقي ان زيزو محترم والله. ابراهيم فايق يساله يقول له يا زيزو لو بتلعب قدام الزمالك وجبت في الزمالك جون تحتفل؟ قال له لا ما احتفلش. ليه يا زيزو؟ قال له لا ما احتفلش، انا بصون العشره، باقي على العشره. قال له برضه نادي الزمالك ليه عليه فضل، برضه انا بحترم جمهور الزمالك. في ظل ده كله وتلاقي مجلس الاداره يطلع يشتم اللاعب يا عيني، وتلاقي بعض جماهير الزمالك يشتموه. طب ليه يا جماعه؟ هو نادي الزمالك ولا جدد للاعب ولا باعه ولا استثمر فيه، وعقد الراجل خلص خلاص، من حق اللاعب بقى فري. افهمها لكم ازاي؟ اللاعب بقى فري، طالما فري شوف مصلحته. ليه بتكرهه للناس الخير؟